ولا شك لا نقول هذا من أجل أن نضعف، ولكن نقول انظر كيف حال الصحابة والسلف، كيف كانوا يتألمون، ما كانوا يبكون على خسارة الأموال والأولاد، كانوا إذا فقدوا الأموال والأولاد استرجعوا وتأملوا وأملوا من الله خيرا، لكن إذا فقدوا شيئا من دينهم فعندها تكون المصيبة العظيمة. قيل عن السلف كان الرجل ودودا سهلا، لا تجد ألطف من الرجل منهم من ليله ووده ومحبته، لكن ما إن تنتهك حرمة من حرمات الله إلا انتفض كالأسد، لأن الدين هو كل شيء عندهم، به يقربون وبه يبعدون وفيه يوالون وفيه يعادون، وبذلك ذاقوا حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الرجل أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. رأس المال هو الدين،